في الصلاة على الإمام شنو تقرأ؟ السلام على المعلم في قعر السجون وظلم المطاوير ذي الساق المرض بحلق القيود. اي والله يسلموه إلى السندي شديد العداء لأهل البيت. السندي بن شهاب شديد العداء. أقبل السندي يصيح يا موسى بن جعفر لازم أخلي بهالسجن قلبكم فطر. اي جر الونة شوفك زمن جابك يا بن جعفر إلي حتى بلا رحمة أسم قلبك بديا وبسجن مظلم تجرع حتوف المنية وحدك ولا أحد لك بوقت الموت يحضر بطامور بسجنك سنين تشيب الشام وزادك بتعذيبك وشربك دمع سجايب وقيد الأيادي وسادتك وفراشك تراب ويا أضي في سجني تشوف الموت الأحمر لازم وسط سجني أقيدك بالسلاسل وباخل دمك من حذر لقيات سايل ونخي على الكرار حلال المشاكل يخلصك من ايدي حاضر الشدات حيدر بغلال باقيدك وقصدي من غلغلال تذكر علي جدك وقيده بذاك الأحباب بعد شنو تتذكر وقيد العزيزة عمتك ما بين الرجال وسط المجالس بالحبل بحبال تنجاب. بعد خليني أحط إيدك على الجرح اللي يألمك تموالي غيور تألمك مثل المصيبة قالوا بالسوط بأضربك مثل أمك الزغرة وبالسوط بأضربك مثل أمك الزغرة وبلطمك لطمة حتى تتذكر السطر. طلع من قلبك الصرخة على الزهر يا وبسطرك سطرة حتى تتذكر السطرة يوم اللي ماتت من غغل عيون حمراء وتذكر ضلعها اللي من العصرات تكسر. خلوه مجلس نياحة مجلسنا اي والله خلوه مجلس نياحة اي والله مجلس موفق كل دمعة وصيحة اي والله هنيئا لكم قالوا بس ما تموت ودمك من قيادك يسيل بنخلنا عشق تحمل 4 حمام لكن شلون قال بذلة يشيعونك بلا تكبير وتقليل
وعلى الجسر بتصير فرجة يا بن جعفر، وبشفي غليلي منك بفجع الشيعة مرمي يشوفونك وخليغ فجيعة، يذكر وتذكر جدك حسين رضيعه، يذكر وتذكر جدك حسين. بعد شنو تتذكر؟ شنو بتخليهم يتذكروا؟ قال مطروح دم يسيل من قطعة المنحى. اي والله بعد تألمك مثل الأبيات. قالوا حتى على شيعتكم تزيد الرزية، شنو بتسوي؟ قال بيصيح صايح ذا إمام الرافضية. ليش تعرف ليش؟ قالوا يتذكروا زينب تسمت خارجية. اي والله يدخل على الإمام علي بن سويد يقول له متى الفرج مولاي؟ يقول له يوم الجمعة ضحى إن شاء الله الفرج. كأني به راح يخبر الشيعة يقول لهم بشراكم هنيئا لكم، قرب موعدنا مع الإمام موسى بن جعفر، قرب لقاؤنا مع استعدوا. صاروا يستعدوا كل واحد هيئ ثيابه، يتزين يستعد. وقفوا على جسر بغداد ينتظروا الإمام يطلع إليهم سالم، يقبلوا جبينه يقبلوا يده. وإذا بهم يسمعون خشخشة الحديد، وإذا بالمنادي ينادي ألا ومن أراد التفرج على إمام الرافضة. طلع من قلبك هذه مصيبة موسى بن جعفر، مصيبة عظيمة. وإمامه يا خلق شفت جنازة بالحديد مقيدة. شايفين جنازة؟ شايفين جنازة مقيدة؟ يا خلق شفتوا جنازة بالحديد مقيدة على حمام الأرواح تبكي لحالة العذاب. سامعين؟ هذا الرثاء كثير لكن أنا أريد أختم. يا أبي أختم إليكم المجلس. خليني أختم. شنو تقول يا سيد عبد الحسين الشرعي؟ شنو تقول؟ قال عالجسر خلاه فرجة للي يروح وللي يريد، والمنادي عليه ينادي والندى يذوب الجبين. مر طبيب البلد شافه وقام ينشد والنشيد ما له الميت عشيرة. وين عشيرته؟ وين أهله؟ وين ناسه؟ بيا بلد غايب نصيره، ما بكم يا سلام غيره، ما بكم طالب بدمه ولا قرابة ولا ضي. يا الله يا الله. شلون
يقول لكن مصاب اليغام من الخطب يا عود الحسن. حين جا سليمان وشاله وغسله ولف بجفه ما مست ذيك المسيه إلا والنعش اندفن. لكن الوصفة وغضيمة علذي سلوى وحريمة. لكن الوصفة وغضيمة علذي سلوى وحريمة. وراسه والدوغ الخصيمة جثته على الأرض تمت. سوت زينب سوت اختم يا شاعر يا أن طلعت من الطلب زينب نادت بون نحيب. أحط إيدك على الجرح اللي يألمك على الجرح اللي يألمك. نادت بون نحيب ما بكم مسلم يواري جسد هذا الغريب. من سمع بن سعد ناد دونكم جسم السليم ركبة من الخيل 10 وصارت الدوس على صدره حتى طحنت خرز ظهره. يا الله تمت عظام رمية وراسه والذوق اليزيد. اي والله كأني بزينب جاءت أقبلت. وين رايحة زينب؟ صوري شعر رايحة للخيالة. وين رايحة زينب؟ للخيالة. شنو تريدي؟ يا آلة أرض انشد الخيالة المجبلين اللعبت على ابن أمي ميادين بعد يوم لو بطل حزين.